هتصرف اللي وراها واللي قدامها، وهتشتغل علشان تنكد عليها عيشتها. مش بس كده، ده كمان هتجيب شيخ يتوضى باللبن علشان يقلب حياتها 180 درجة. هتعمل لي عقولات عشان تجيب عايزة تورث يا سناء صد مصوراك عايشين انتوا مش تجيب العالم. هكرهك في روحك يا نور، هبيع اللي ورايا واللي قدامي، وهشتغل وهخليك يا نور تكرهي. هتعملي لي ازاي؟ هتعملي لي عمولات؟ عشان تجيب شيخ يتوضى باللبن في الحمام يا نور ويخليك كرهك في روحك. والله يا نور هخليك تمشي تعملي كده. عقوبة الساحر القتل، وعقوبة اللي بيروح يستنجد بالساحر برضه القتل. وهنا سناء اعترفت على نفسها ان هي معاها ساحر، وهي كمان بتروح للساحر، وده شرك بالله. الساحر واللي بيروح له الاتنين كفروا بربنا سبحانه وتعالى، علشان كده الاتنين عقوبتهم القتل. وسناء توعدت لجارتها او ضرتها او سلفتها او زي ما تكون انها هتعمل لها عمل. مش بس كده، ده كمان هتخلي الشيخ يتوضى باللبن داخل الحمام علشان يشقلب حياتها 180 درجة. وتقريبا في طار ما بينهم، الله اعلم اذا كانت ضرتها او مثلا مرات اخوها او اخت جوزها، زي ما يكون ايه نوع صلة القرابة اللي بين سناء معلنة الحرب على جارتها. انما في الاول وفي الاخر سناء اعترفت انها هتعرف ساحر وهتروح له وهتصرف اللي وراها واللي قدامها علشان تشقلب حياة انسان. يا ترى ايه عقوبة سناء واللي بتروح له سناء؟ ومين الشيخ اللي هتروح له سناء هيستحمى باللبن علشان يشقلب حياتها 180 درجة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله.